مشاهدينا، وبيسعدني اللقاء مع الأستاذ محمد فؤاد، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، ومش بس كده، هو النهارده مسؤول لجنة التجهيزات بمهرجان غرفة المسرح، وفي نفس الوقت هو بيمثل، صح كده؟ تمام. طيب احكي لنا بقى عن هذا المهرجان، وازاي قدرتوا ان انتوا تجهزوا في هذه المدة القياسية وتتقدم هذه العروض المختلفة والمتنوعة اللي بتحتاج ديكورات مختلفة، خاصة ان كل عرض بيحمل سمة مختلفة. يعني هو العرض المهرجان مكون من 4 عروض. عندنا الافتتاح، والنهارده 3 عروض، وبكره عرض والختام ان شاء الله. وبنجهز العروض بالتقنيات الموجوده، يعني بقلل. ايه بقى التقنيات؟ اللي هي الديكور والاضاءه واي حاجه ليها علاقه بالتقنيات والفنيات بتاعه المسرح والديكور والكلام ده. كلمتني عن مشاركتك برضو في التمثيل، مش كده؟ انت بتمثل معاهم في عرض؟ لا، حاليا لا، بالتجهيزات الفنيه بس. لكن انت اوريدي بتمثل بقى، يعني اشتغلت مسرح واشتغلت ميديا وكده. طيب انت لاقي نفسك اكتر في العمل الاداري الفني، ولا لاقي نفسك اكتر في مجال التمثيل؟ لا، التمثيل والاداري اللي هو بساعد زمايلي والتواجد وكده. أنا شايفة إن بيبقى فيه تعاون دايما بين الطلبة وبين الخريجين، يعني الصلة لا تنتهي بمجرد التخرج، بتفضلوا طلبة معهد الفنون المسرحية في خيط بيجمعكم في العروض والمهرجانات. إيه الإحساس؟ بيت واحد يعتبر، زمايل وأخوات كلنا، وفي فرق سن والكلام دوت ما بيننا، بس إحنا كلنا أسرة واحدة. رؤيتك إيه بقى للدورة الثانية من المهرجان السنة دي؟ إيه اللي بيميزه؟ هي النهارده الدوره دي تحمل اسم الراحل الدكتور عثمان علي، كان بيدرس لنا في المعهد، ودي يعني حاجه تكريم ليه ولينا يعني. انا بشكرك جدا، واستمتعت بلقائي معاك، ونستمتع معاك بفعاليات المهرجان. بشكرك جدا. شرفتيني. شكرا.